ما شاء الله جميل. نعم، لفتة جميلة. أنا بدي أبلغ آية يا رب، أنا بدي أنصرك، أنا بدي أنصر دينك. ساعدني يا رب. إذا في خلل في عبادتي، في نقص عندي يحول بيني وبين إنه أبلغ آية، فأنا لازم أقطف الثمار عشان أبلغ آية. ما احنا المشكلة إحنا عنا ببلغوا الآيات دون أن يقطفوا ثمار. اسمعوا اسمعوا، سبحان الله، الشيء بالشيء يذكر. في 2015 عندما تبت إلى الله ولزمت الاستغفار وأكثرت، بعد ما فيش ثمار. سمعت قصة 30,000 استغفار وبدأت، ما فيش ولا ثمار. ولا حدا قال لي إذا بتسمعوا الدرس تبع الشيخ عبد الرحمن اللحياني ما بتسمعوش إنه قال نزل مطر ولا رزقني. لا، قال ما سألت الله بشيء إلا أعطاني إياه. هذا اللي قاله. طيب، بدأت أستغفر وأكثر. بدأت بالصيف أشوف السماء ملبدة، ما حداش قال لي في مطر بالاستغفار وهكذا. طبعا إذا بدك تروح ل معاني الكلمات ستجد انه يعني الكلام في سورة نوح على الاقوام التي مضت، قوم نوح. فالشاهد هون، لحظة شوي. طب جاء المطر بالصيف، جميل، شو بدك تقول للناس؟ جاء مطر الاستغفار، بعدني انا بستغفر لوحدي وما قلت لحدا شو بعمل. لكن يا جماعة، عندما جاء أول مبلغ مالي كنت جالس في رمضان عمال أجهز درس بدي ألقيه في المسجد. كنت ألقي دروس قصيرة في المسجد، يعني بعد صلاة الفجر مباشرة، هيك 10 دقائق وخلص، 10 دقائق و10 دقائق هكذا ألقي دروس. بس أنا ما كنش معي آية أبلغها، يعني أجمع كلام المشايخ وحديث رسول الله وهيك أعمل درس موعظة. وكنت أسمع قصص الآخرين، كان في قصة من كل العبادات، واحد بالصلاة قصة من الصلاة، واحد قصة من الصلاة على رسول الله، واحد كل القصص. المهم إني أعمل درس 10 دقائق موعظة. فعندما أنا لزمت الاستغفار وجاء أول مبلغ، لكان $4,000 من حيث لا أحتسب، أقسم بالله كنت جالس بلا جاهز، يعني قلبي وصل إلى السماء فرحا، مش بالمصاري، مش بالفلوس، لا والله يشهد الله علي، فرحا بأن الله يرزقك من حيث لا تحتسب. فشو شعورك انت لما بدك تبلغ الآية وانت قد أعطاك الله؟ فقل لله هذا الكلام، قل له يا رب اعطيني عشان أبلغ الآية، عشان يكون عندي حجة، مش كلام فقط أتكلم كلام. نعم والله، كان في شخص عنده ابن مريض بالسرطان، عفوا وعافاكم الله. وبتعرف أنا لما شديت واجتهدت وكان قلت له شد اجتهد، الله بيعطي، الله قريب والله بيعطي. أعطاني مطر وأعطاني هذا اللي كان بعده وصلني. طبعا بعديها بقليل أظن إن أبطل السحر الذي كسر ظهري. فالشاهد هنا لما أنت بتصير تشوف الأمور تتحقق، بتصير عندك هيك عزيمة وقوة، فاسأل الله يا رب أنا بدي أبلغ، مش يا ربي فقط ابطل عني السحر. فأنا استمريت بإعطاء الدروس في المسجد، وصار عندي حقيقة أتكلم عنها بالاستغفار، لكن مش كما أبلغ الآن. مفهوم؟ لأنه هاي البصيرة التي اكتسبتها بفضل الله هي من سورة البقرة، وسورة البقرة ما كانتش بال2015، كانت بال2019. صار عندي بصيرة، صار عندي فهم أكبر أوسع بفتح من الله. فنعم بلغوا آية عشان الله يفتح عليك، واسأل الله مش مكرا، ولكن يا ربي أنا نصر دينك. كيف أنصر دينك وأنا ما فيش عندي حقيقة شيء؟ وانت قلت سنريهم آياتنا، وريني الآيات يا ربي، خليني ألتمس نتائج الاستغفار واجتهد. انت مش فقط ماسك مسبحة وتتسلى وتلعب وحكي فاضي وكلام فارغ كل الليل كل نهار، بآخر ما يعني مش عمال تغير في أخلاقك ولا سلوكياتك ولا عباداتك. لازم تري الله انك عمال تركض إلى الطاعات والعبادات.